طبعًا النهارده معانا وصفة كده جميلة، أحلى من الكيك وأحلى من البسكوت، طعمها كده حاجة كده يعني وهمية كده بسم الله ما شاء الله. يالّا نسمي الله ون ونصلي على الرسول ونخش على الوصفة على طول. طبعًا ما تنسوناش بقى بلايك منكم حلو كده وتعليقات جميلة منكم كده، واللي ما دخلش قناتي يخش قناتي يشرفني. طبعًا هنا أنا معايا 3 كوبايات دقيق، عايزة الدقيق ما يتكبش برّه، اعملي بالكوباية كده زي ما أنا حطي المصفى وحطي الدقيق كده نزّليه بالكوباية، عمره ما هيتكب منِّك برّه. رُحت حاطة هنا ذرة ملح وحطيت طبعًا كيس بيكنج باودر اللي هو الشيف. هنا بقى معايا 3 بيضات ومعايا نُص كوباية سكر طبعًا عشان الحلوى دي هتتعمل بالمربى، فما تحطيش سكر كتير. هانزل بقى في الخلاط بالسكر والبيض ونُص سمنة ونُص زيت. طبعًا السمنة بتدّيها طعم جميل جدًا. وبعد ما ضربنا في الخلاط الكلام ده كله، هننزل بقى على الدقيق كده ونقلّب الخليط كله مع بعضه بسم الله ما شاء الله، ربنا يحسن ما بين إيدينا وإيديكم. طبعًا الوصفة دي جميلة جدًا، 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 جرّبوها جميلة طعمها خطير بسم الله ما شاء الله. طبعًا أنا شُفت الوصفة دي على اليوتيوب وقُلت هاجرّبها، تسلم إيد اللي عملها. أنا شُفت أخت جزائرية بتعملها فقُلت هاعمل زيّها يعني. فطبعًا بعد ما عجننا العجينة عجنة حلوة كده، طبعًا ما بتلزقش في الإيد، عجينة طرية وحلوة وناعمة. قسمناها بقى العجينة على 3 قطع. طبعًا هنا جبنا طبعًا كيس كده اللي هو بتاع التلاجة، فتحناه وعملنا عليه أول كورة اللي هنحطها في قعر الصينية. تمام، تمام. دهنا طبعًا الصينية سمنة وحطينا أول كورة. هنخرّم بقى كده بالشوكة عشان طبعًا ما تقبّش من القعر. ونزلنا بقى معانا هنا طبعًا مربى، معاكِ مربى أي حاجة حطيها، مشمش حطي، تين حطي، فراولة حطي. طبعًا أنا عندي كان نُص برطمان تين ونُص برطمان فراولة، مش هيخسّر يعني كلّها مربى. طبعًا بافرد التانية عشان أنزّلها على المربى التانية. طبعًا وصفة جميلة جدًا وسهلة بسم الله ما شاء الله على الريحة. طبعًا أنا مش حاطة زيت خالص عشان أنا الوصفة دي عاملاها بزيت وسمنة عشان تدّي طعم حلو وريحة حلوة للعجينة. تمام، تمام. برضه رُحت حاطة بقى العجينة التانية ومخرّماها كده برضه عشان ما تقبّش، ورُحت نازلة عليها برضه بالمربى التانية. تمام، تمام. افردي بقى المربى كده بس ما تجيبيهاش على الحروف عشان ما تتحرقش وتلزق منِّك. وصفة جميلة جدًا وريحتها تحفة، تحفة، جرّبوها. أنا أمّا دُقتها بجد خرافة، تحفة. مش قادرة أقول لكم إلا أمّا تجرّبوها. هنفرد بقى الرقة التالتة، وهانزل بقى بعد ما أفردها كده، هانزل بيها برضه على المربى التانية. تمام، تمام. يبقى إحنا كده عملنا 3 رقات عجين. هاخرّمها برضه كده، طبعًا أنا مولّعة الفرن. بعد ما حطيتها بقى في الفرن وطلّعتها، معايا برضه مربى، رُحت عايصة الوش كده، ورُحت راشة عليه جوزة الهند بيدّيها طعم جميل وشوية فارماسيه، وطبعًا قطّعتها. وبصوا الجمال والحلاوة بسم الله ما شاء الله، ما خدتش مننا وقت. يا رب النهارده كده أكون نلت رضاكم، جرّبوها والله طعمها ناعمة كده وجميلة بتدوب في البُق، بتدوب دوبان كده بسم الله ما شاء الله. بالله عليكم ما تنسوني بلايك حلو منكم بقى كده، و واللي ما دخلش قناتي يخش قناتي يشرفني وينورني. وما تنسوش تدعوا لأمي وأبويا وأخويا بالرحمة، وتدعوا لإخواتنا الفلسطينيين ربنا ينصرهم على مين يعاديهم يا رب. وجربوا الطريقة دي والله جميلة جدًا، تسلم إيد اللي عملها. أنا دخلت مزاجي وقُلت لازم أعملها، وفعلًا طلعت تحفة، تحفة، تحفة. بصوا الجمال، بصوا الحلاوة، الله، الله، الله على الجمال وعلى الحلاوة. وأقول لكم باي باي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.